أنا بشتغل برا في السعودية وخاطب واحدة صالونات أمي للأسف اللي جايبها لي. اتخطبنا الإجازة اللي فاتت. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. لما نزلت وكنت بخرج معاها كل ما بنزل إجازة وأروح كمان أزورها في البيت وأجيب لها هدايا كل فترة وكنت بحول لها فلوس. بس في يوم أمي كانت رايحة تزورهم وأنا مسافر، وبعد ما نزلت من عندهم لقيتها بتكلمني وبتقول: ليه يا ابني أنا كنت عند خطيبتك النهاردة وهي مش لابسة الدبلة بتاعتكم؟ استغربت بصراحة، ولما نزلت إجازة سألتها عن الدبلة قالت لي إنها ضاعت منها ومش لاقياها. قلت لها فداكي، وكنت هجيب لها غيرها وقلت الموضوع انتهى. بس كنت غلطان لأن بعدها بأسبوعين لقيت خطيبتي منزلة صورة ليها بآيفون جديد سعره مش أقل من 30,000 جنيه. بس مع العلم الدبلة اللي كنت جايبها لها غالية وسعرها 20,000 جنيه، واللي أنا أعرفه إنها مش بتشتغل وأبوها اللي بيديها المصروف. ولما سألتها جبت التليفون ده منين قالت لي جبته بالتقسيط وبدفع كل شهر 2000 جنيه. بس أنا جوايا حاجة خلتني مصدقهاش، وصليت استخارة وبرضه قلبي مرتاحش، ففسخت خطوبتي